واحد من اكتر الاسئله اللي بتجيلي على الفيديوهات: هل لما البطاريه الصلبه تبتدي تنتشر في السوق وتنزل فعلا رسميا، هل ان انا اقدر لو معايا عربيه كهرباء اغير البطاريه الحاليه بالبطاريه الصلبه الجديده بالتكنولوجيا الجديده؟ ولا لا؟ تعالوا نشوف. البطاريات الصلبة هي الجيل الجديد من البطاريات الحالية او البطاريات الليثيوم، والفرق الكبير او الفرق الجوهري بين البطارية الصلبة والبطارية العادية موجودة دلوقتي هو الالكترولايت او المادة اللي موجودة بين القطب الموجب والقطب السالب. اللي موجودة دلوقتي هي مادة سائلة، اللي هم عايزين يعملوه ان هم يخلوها ماده صلبه، وده اللي هيخليها اكتر امانا وتخزينها للطاقه اعلى بكتير، وكمان هتشحن بسرعه قوي. وبالمناسبه انا عامل فيديو عن البطاريات الصلبه اللي اعلنت عنها BYD وامتى هتنزل رسميا في السوق، وايه هي العربيات اللي هتنزل فيها البطاريات الصلبه بتاعتهم والتواريخ، واعلنوا على شويه ارقام وحاجات رسميه كده. هحط لكم لينك الفيديو في كومنت تحت اتفرجوا عليه. الاجابه للاسف لا، او على الاقل مش بالسهوله دي، لان البطاريه مش مجرد قطعه في العربيه، ده مكون اساسي من البنيه الهندسيه والتكنولوجيه بتاعه العربيه كلها، وتغييرها ممكن ياثر على حاجات كتير. اولهم نظام التبريد بتاع البطاريه. البطاريات الموجوده دلوقتي بتعتمد على نظام تبريد في الاغلب هو سائل، هو اللي مسؤول عن تبريد البطاريه علشان يقدروا يتحكموا في درجه حراره البطاريه، والعكس في البطاريات الصلبه مش هتحتاج النظام ده في الاغلب، او ممكن بالعكس ياثر عليها. وتاني حاجه هتتاثر معانا وهي الBMS، الباتري مانجمنت سيستم، اللي هو نظام اداره البطاريه، وده متبرمج من الاخر علشان كل حاجه تخص البطاريه، الشحن، تفريغ الطاقه، سرعه الشحن، كل حاجه تخص البطاريه هو النظام ده بيكنترولها، هو العقل المتحكم في الحاجات دي. وتالت حاجه هي ابعاد ووزن البطاريه اللي موجوده حاليا. في الاغلب البطاريه الصلبه هيبقى وزنها او حجمها مختلف تماما، لان هي المفروض ان كثافه الطاقه بتاعتها اعلى، ففي الاغلب هيبقى حجمها اصغر، فده هيبقى من الحاجات الرخمه برضو. وعشان تبقى عارف، مكان البطاريه في العربيات الكهرباء بيبقى محسوب بالملي بالظبط على قد البطاريه. العربيات الكهرباء اتصممت من اول مسمار على اساس تشتغل بالبطاريه الليثيوم. كل حاجه مبنيه حوالين البطاريه دي، من توصيلات، من امان، من وسائل التبريد، من كل حاجه، من برمجه، كل حاجة مبنية على أساس البطارية اللي موجودة بإنبوتس معينة وأوتبوتس معينة. اللي عايز أوصله لك إن الموضوع مش بالبساطة دي إن أنا أشيل بطارية وأحط بطارية. الموضوع أشبه بإن أنت عندك عمارة، أنت باني الأساسات وفي عمود عندك مش عاجبك في الأساس تحت، عايز تغيره أو تغير مكانه، فطبعا حاجة صعبة جدا لأن كل حاجة اتبنت على العمود ده، فانت ازاي هتبتدي تنزل تحت وتغير؟ هي دي المشكله. وعايز اقول لك ان معظم الشركات الكبيره، واحده منهم هي BYD او اذا كانت سامسونج او حتى تويوتا، اعلنوا ان ممكن البطاريات الصلبه نبتدي نشوفها في الاسواق من اول 2030، بس برضو مفيش اي حاجه اكيده. وعايز اقول لك ان فكره البطاريه الصلبه دي اصلا موجوده من اكتر من 10 سنين، وانتاجها او تطبيق الموضوع ده صعب جدا، وفي مشاكل كتيره جدا في التصنيع، وبيظهر حاجات مع الاستعمال، علشان كده هم مش قادرين ينزلوها في الاسواق رسميا ويستخدموها. هي دي المشكله. ولو فعلا حصل وبدات تنزل في 2030، وعايز اقول لك انها تبقى زي اي تكنولوجي جديده، هتنزل في العربيات اللي غاليه جدا. عندك زي عربيات BYD اليانج وانج او الدنزا، العربيات بقى اللي هي عندنا 10 و15 مليون و20 مليون، عربيات هتبقى غاليه جدا، وهتبقى التكنولوجي غاليه جدا، لان برضو خلي بالك التصنيع بكميات قليله بيخلي التكلفه عاليه، غير لما يصنع كميات كتيره فالتكلفه بتقل. فطبعا هتبقى غاليه جدا في الاول، بس مع الوقت زي اي تكنولوجي برضو هترخص وهتبقى موجوده في كل العربيات. وانا رايي الشخصي ان موضوع ان احنا ننقل البطاريه دي من البطاريه الصلبه مش هيبقى بالسهوله دي. مش هنصحى الصبح فجاه تلاقي الشركات خلاص احنا بقينا نعمل عربيات صلبه، اللي عنده عربيات الليثيوم دي خلاص يرميها. اكيد الموضوع مش هيبقى كده، اكيد هيبقى في مرحله انتقاليه، واكيد الشركات الكبيره مش هتعمل كده. وحتى لو في مرحله انتقاليه فهيبقى في حلول للعربيات الحاليه مع الناس. اكيد الناس مش هترمي العربيات، لان بحس ان كلام الناس ان هم خايفين حتى يشتروا العربيه الكهرباء من التقدم او من التكنولوجيا اللي جايه بعد كده. اكيد الموضوع مش بالبساطه دي. احنا الموبايلات كل سنه بيبقى فيها حاجه جديده، اكيد اللي معاه موبايل من سنتين مش هيرميه، فما تقلقوش، كل حاجه بتبقى مدروسه. الناس الكبيره دي لما بتيجي تعمل حاجه اكيد بتفكر، لان هم لو فكروا بالاسلوب ده ما حدش هيشتري عربيات دلوقتي اصلا. وبس خلاص كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومات بطريقه سهله، وان انا قدرت افيدك. وعايز اشوف رايك في الكومنتات، او حتى اسالني اي سؤال انت عايزه، وان شاء الله هحاول اجاوب عليه. كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.